الأفاضل طلبة ثالثة ثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم في مرحلة الثقة بالنفس، اكتساب المزيد والمزيد من الثقة بحل امتحان شامل على منهج ثالثة ثانوي. بدأت مع حضراتكم المبادرة دي من الامتحان اللي فات وحلينا 2025 الدور الثاني، والنهارده بإذن الرحمن رايحين نحل 2025 الدور الأول. خليك فاكر إن في التوقيت ده بالذات في 6 امتحانات استرشادية من إجمالي 10 موجودة على تشانل اليوتيوب متجاوبة. فأنا وحضرتك دلوقتي لو عملنا الامتحان ده كمان وحطيناه هيبقى معانا 8 مودلز حل كامل مكملين مع بعض إلى أن تنتهي الامتحانات الاسترشادية، وبإذن الرحمن نحل الامتحانات القديمة اللي جت في المعاصر قبل كده على الثانوية العامة. إيدك معانا كده، ربنا يكرمك ويلا بينا. كتاب المعاصر بتاعك طبعة 2026 طبعا بيج 158. احنا حلينا موديل 2 ودلوقتي بنبدأ موديل 1. انا قلت لك هنمشي من الأحدث إلى الأقدم. طيب which of the following represents the reaction occurring at cathode لمولتن بوتاسيوم بروميد؟ المادة اسمها بوتاسيوم بروميد، مولتن يبقى ما فيش ووتر، الحمد لله. يبقى السؤال بسيط، هيبقى الجملة عند سعادتك مادة اسمها كي بي ار، يبقى أنا همسك كده كي بي ار. لما تفك دي إلى نصين يبقى أنا عندي كي بوزيتيف كاتاين، الكاتاين موف هيروح عند الكاثود عشان يحصل له ريدكشن ويتحول لكي، والبي ار نيجاتيف ده انايون هيتحرك يروح عند الانود على طول فيتحول الى بي ار 2. طبعا عمليه لوزنج الالكترون هتحتاج 2 من البي ار عشان اطلع بي ار 2، يبقى انا برضو هحتاج 2 من الكي عشان اطلع 2 كي من كي بوزيتيف اخليها 2 كي. عند الكاثود بيحصل ريدكشن يبقى في هنا جين الكترون، وعند الانود بيحصل لوز الكترون. انت عايز التفاعل بتاع الكاثود، دور على جيننج الالكترون، ده لوزنج يبقى غلط، وده كمان لوزنج يبقى غلط. هندور على الجين البي ار 2 ده ما ينفعش ستارتنج. اذا الاجابه بجداره واستحقاق هي لتر دي. الجمله اللي بعدها which of the following choice represent what occurs to hydrogen of the hydroxyl group during the fuel cell operation. الهيدروكسيل جروب دي هو بيتكلم على ماده الالكترولايت اللي هي الكي او اتش، وده حضرتك لو فكيتها هتطلع كي بوزيتيف وايون الاو اتش نيجاتيف، ولو فكيت الاو اتش نيجاتيف هتطلع او نيجاتيف 2 واتش بوزيتيف 1. الناس اللي قدام حضرتك دي كلها على البورد از نوت افكتد باي اوكسيديشن اور ريدكشن. مفيش يا فندم الكترولايت، كل الكترولايتس المنهج بتاع الاربع بطاريات كلهم does not share in oxidation reduction. الوحيد اللي بيقل في كميته الكترولايت الليد اسيد باتري بسبب تفاعل الترسيب وتكوين الميه، انما كماده حصل لها اوكسيديشن او ريدكشن روح كده بعد اذن حضرتك اختار نايذر على طول. تمام. سؤال اكس دبليو زد، والله حتى نفس الحروف اللي استخدمها في 2026 دور تاني في 2025 دور تاني، يعني الحروف قريبه جدا. طب العمليات اوكسيديشن، والله يا فندم اوكسيديشن حضرتك الجمله دي يا ما شاء الله، يعني هو غير الارقام بس، يعني حتى الستوري هي بكل حاجه تقريبا في نفس المكان. الرقم ده كان هناك 0.99 هو دلوقتي 1.61، يعني ماشي. الارقام اللي قدام سعادتك دي كلها اوكسيديشن، يبقى انا عندي كده اوكسيديشن بوتنشال اهو. الرقم اللي هنا ده اوكسيديشن بوتنشال، اخدت بالي انا من اوكسيديشن بوتنشال دي لما شفت 0 بقى بوزيتيف 2 و0 بقى بوزيتيف 2 وبوزيتيف 2 بقى 0، يبقى هنا العمليه دي ايه؟ ريدكشن. طالما ريدكشن يبقى هتمسك القلم حضرتك وهتقوم غير الساين دي عشان تبقى اوكسيديشن، تغير الساين هنا كده، يبقى انا خليت الارقام دي كلها اوكسيديشن بوتنشال. العمليه دي ريدكشن محطوطه فخ اهي، اعكسها عشان تبقى اوكسيديشن. ظبطت. تيجي بقى تحت دي بالقلم وتقوم كاتب هنا ان عمليه الريدكشن او قيمه الريدكشن بوتنشال هتبقى نيجاتيف 0.76 ودي هتبقى نيجاتيف 2.37 ودي هتبقى بوزيتيف 0.23. تيجي سعادتك تدور على 2 من الناس اللي قدامك دول عندهم القدره على عمل بطاريه قيمه الاي ام اف بتاعتها 1.61 فولت. ناخد مين بقى نعمله انود ومين نعمله كاثود؟ الرقمين اللي لو جمعناهم على بعض انود وكاثود هيطلعوا ال 1.61. الرقمين اللي هينفعوا للتارجت اللي حضرتك عايزه هو ان ده تاخد الاكسيديشن بوتنشال بتاعه مع
الريدكشن بوتنشال بتاع دوت. لو الرقمين دول اللي عليهم ظل دول اتجمعوا هيطلعوا لحضرتك 1.61 بالظبط. دي هتطلع من دي 1 والسبعة من 13 تبقى 6 مظبوط الرقمين دول. طبعا انا خدت هنا الاكسيديشن بوتنشال، فبقى صاحبنا ده انود بكل جدارة واستحقاق، وده هيبقى كاثود بكل جدارة واستحقاق. ده بالنسبة للباتري اللي انت هتعملها. هاجي انا جنب دي وهعمل طريقة الفيرتيكال لاين بتاعتي. قمت جاي صاحب خط كده، ترتيب الناس دول من الكبير للصغير زي ما حضرتك شايف. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى اعلى رقم فيهم W، وده اعلى بكتير ما شاء الله، وبعدين الاكس هنا اهو، وبعدين الزد اخر واحد تحت خالص. الترتيب على اساس الاكسيديشن بوتنشال، الرقم اللي عليه الدايره الزرقاء ده. البطاريه اللي احنا قررنا نكونها عباره عن W انود واكس كاثود. فدي الباتري اللي حضرتك اتكلمت عليها من شويه اهي. اتجاه الكهرباء بتاعها فروم انود تو كاثود شيء طبيعي، والفولتج هنا هيبقى 1.61 فولت. ماشي. جيت بقى حضرتك عايز تشيل الكاثود وتحط الاليمنت الثالث. لو شلت الكاثود وحطيت الاليمنت الثالث يبقى هيحصل كده بالظبط. الاي ام اف البطاريه هتبقى بادئه من W وراح عند Z. هتبقى دي البطاريه الجديده. البطاريه الجديده دي حضرتك مسافتها اكبر، يبقى الاي ام اف زادت. واتجاه الكهرباء هو المره دي. ليه هو اللي بيخرج الالكترونز في البطاريه الاولى W، واللي بيخرج الالكترون في البطاريه الثانيه برضه W، فلا يزال سورس الالكترون هو. يعني كان من W لغايه X ودلوقتي هو من W لغايه Z، ففي الحالتين الكرنت اوت من الW، يبقى اتجاه الكرنت فضل ثابت. انا شلت وعاء الكاثود اللي هو X وحطيت بداله وعاء كاثود جديد اسمه Z. دايركشن الكرنت ما اتغيرش، الجلفانومتر بينحرف في نفس الاتجاه. ماشي. قيمة الاي ام اف ايه اللي زودها؟ المسافة يا رجل، المسافة يا رجل. هنا الديستانس اهي، ودلوقتي الديستانس كبرت بقت من اول ده لغاية ده. لو حضرتك عايز نحسب هاخد اوكسيديشن بوتنشال W اجمعه على ريدكشن بوتنشال Z واطلع لحضرتك الرقم، اكيد هيبقى اكبر. اي ام اف زادت والدايركشن ذا سيم، الاي ام اف زادت والدايركشن ذا سيم، والجملة تبقى اتحلت على خير وكله تمام. وصلنا لغاية برضو نفس المحتوى بنفس الرموز تقريبا، بس اكيد بتغيير الطلبات. بقينا في مسألة رقم 4. السؤال رقم 4 نبص على الارقام كده. والله يا فندم 0 بقى بوزيتيف 2 ده اوكسيديشن، 0 بقى بوزيتيف 2 اوكسيديشن، الرقم ده ريدكشن اهو، والرقم ده ريدكشن. انا عشان اشتغل ببقى عايز اوكسيديشن بوتنشال للكل. الاكسيديشن هسيبه زي ما هو، الاكسيديشن هسيبه زي ما هو، وهروح عند الريدكشن واروح مغير الساين بتاعه زي ما احنا متعودين. فيرتيكال لاين، هات لي الناس دي بالترتيب من الكبير للصغير. اكبر رقم فيهم هيبقى لتر سي فوق خالص اهو، بعده مباشرة هيبقى لتر دي كويس، كمان شوية هيبقى لتر A، واخر واحد تحت خالص هيبقى لتر B. ماشي. Which of the following choice is correct? Element A represent cathodic protection for B، يبقى ال B المفروض يشتغل انود وال A يشتغل كاثود في الجملة، عشان حضرتك بتقول اسم الطريقة عكس الميتال المراد حمايته. هل ال B يصلح انود لصالح ال A؟ غلط. ال B كاثود للكل، غلط. ال B act as sacrificing electrode، يبقى ال B ده انود بالنسبة للدي، والدي يبقى كاثود بالنسبة له. البي انود ده لا يصلح اطلاقا، ده اخر واحد تحت، يبقى دي كمان غلط. سي انودك بروتكشن لايه، يبقى الايه بيشتغل كاثود والسي بتشتغل انود، مظبوطه. السي انود والايه كاثود، الجمله دي التركيب بتاعها صح جدا. اسم الطريقه عكس الميتال المراد حمايته. دي يبقى ساكريفاينج الكترود لسي، يعني الدي يبقى انود والسي كاثود، اللي انت بتطلبه ده مستحيل. جمله رقم 5. The name of one compound produced of combination of ethyl group to simplest branched alkyne. واحنا بنحل السؤال ده في المراجعه الجمله كانت مقنعه جدا.
اول تفكير، اول تكه في الموضوع simplest branched alkyne. دي في حد ذاتها حاجه تستحق التوقف. ابسط الكاين برانشد يبقى حضرتك هتعمل سي 2 3. ما انت عايز تعمل برانش وهتحط تريبل بوند هنا. دي ما عادش ينفع تاخد برانشات ومفيش برانش على الطرف، فانا لازم ازود سي كمان عشان اعمل برانش هنا. كده ده سمبلست برانشد الكاين. ده هو القلم الاصفر. انا لسه ما كملتش السؤال. عند حضرتك كربون دي ما عليهاش حاجه، ودي هنا هتبقى CH3 ودي على الطرف هتبقى CH3. مجموعه الايثايل الظل اللي لونه اخضر قدام سعادتك ده لما تيجي تتحط في مكانها اللي هي جروب اسمها CH2 CH3، الجروب دي بالمشبك بتاعها ده تصلح هنا وهنا وهنا. في 3 اماكن ينفع احط فيهم مجموعه الايثايل. طبعا ده خطأ مني متاسف، هشيل دي ما ينفعش لان هي دي اصلا عامله 4 بوند. فكده البرانش او مجموعه الايثايل اللي انت بتقول عليها يا اما من هنا يا اما من هنا. وحضرتك بقى ممكن تشيل وحده اتش وتثبتها في دي، تشيل وحده اتش من هنا وتثبتها مكان دي، مكان وحده اتش من دول، اللي هو هيبقى نفس الوضع هنا سواء حضرتك استعملت دي او دي. فانا كده عندي مكانين هم هجرب عليهم وبعدين اشوف الاسم اللي حضرتك بتقوله ده هيبقى موجود ولا لا. تعال نحطها على الطرف كده ونسمي الله، ويبقى بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يبقى CH2 عملت بوند اهي، وبعدين هنا في CH3. واخد دي بالقلم وامشي كده اهيت. شوف كده يا فندم، 1 2 3 4 5 6 يبقى معانا هكساين. خلاص يا بيه، يبقى هنا في هكساين اهو. وبعدين الهكساين دي التربل بوند بتاعته ما بين التالتة والرابعة، ولو عديت من هنا هي برضو بين التالتة والرابعة، يبقى 3 هكساين. عد من الجهة دي عشان أقرب للبرانش. 3 4 5 6 بقى عندي برانش اسمه 2 ميثايل. بقت الإجابة 2 ميثايل 3 هكساين. 2 ميثايل 3 هكساين، واتحلت الجملة. C7H6O3 ده حضرتك السلسليك أسيد. عايزين طريقة تحضير السلسليك أسيد، يبقى أنا عايز أجيب سلسليك أسيد. أنا هبدأ مع سعادتك بإن السلسليك أسيد ده COOH وهنا OH. خلينا نفكر من البنزين كده. هو ما قالش على فكرة ابدأ بين aromatic compound under the suitable conditions، وما قالش ابدأ من إيه. السلسليك أسيد دي أول إجراء هعمله، أو حلقة البنزين أول إجراء هعمله هركب عليه Cl2 بعملية استبدال. أطلع كلورو بنزين، وبعدين الكلورو بنزين ده هحط له NaOH في 300 ضغط و300 حرارة، أجيب فينول. بقى عندي فينول أهو. هعمل للفينول ده فريدل كرافت وهركب عليه مجموعة CH3 بتفاعل فريدل كرافت الشهير، وهاخد ايزوتوب. هاخد ايزوتوب اورثو بس، يبقى فيه هنا CH3 وهنا OH، وهاخد المادة دي اعمل لها عملية اوكسيديشن اجيب هنا. طيب اوكسيديشن اوف تولوين هتجيب بنزويك اسيد. رياكشن اوف بنزويك اسيد وذ كوستيك صودا هيطلع صوديوم بنزويت. اوكسيديشن اوف 2 ميثايل فينول. ال 2 ميثايل فينول اهو، ده ال 2 ميثايل فينول. على ما يبدو ان الفكرة دوارة يعني. هتعمل لها عملية اوكسيديشن، يبقى حضرتك كمل بقى الظل عشان اللي مكتوب ده هو الصح بالظبط. الفينول مع الفورميك اسيد هيعمل استر، والناتج اللي انت عايزه مش استر. Which of the following is the final product of the following processes: catalytic dehydration of 3 ميثايل 1 بيوتانول then catalytic hydration of the product. احنا هنشيل المية وهنرجع نركبها تاني. الديهايدريشن نزع الوتر من الكحول، والهايدريشن اضافة المية على دبل او تريبل بوند. اللي انا بقوله لحضرتك ده ملوش مسمى تالت. ديهايدريشن كحول هيتفقد منه مية، هايدريشن دبل او تريبل بوند هحط لهم ميه، مفيش غير كده. كده المناقشه في الموضوع ده كفرد. 3 ميثايل 1 بيوتانول CH3 CH 3 ميثايل 1 بيوتانول. طب اقول لك البيوتانول اهو، وهنا 1 بيوتانول يبقى ال OH على الاولى، هنا CH2 وهنا في H2 برضو، وهنا H واحده وبعدين مجموعه CH3. طلعت كده
لما تيجي تعمل دي هيدريشن لده يبقى انت هتشيل ووتر، الووتر هتتشال او اتش من هنا واتش من هنا، فهكاري الدبل بوند، هقوم مطلع ناتج اسمه سي اتش 3 ملهاش دعوه، وسي اتش شايله سي اتش 3 وملهاش دعوه، وبعدين سي اتش دبل بوند سي اتش 2. تيجي سعادتك تحط الوتر تاني، الوتر اللي هتتحط تاني دي هتتحط بناء على ماركونيكوف لان ده اسيمتريك، فهيطلع الناتج الاخير سي اتش 3 ماليش دعوه بيه، وبعدين سي اتش شايله سي اتش 3 برضه انا ماليش دعوه بيها، والسي اتش دي هتاخد هنا مجموعه او اتش، وبعيد شويه هيبقى في سي اتش 3. الناتج ده اسمه سكندري الكول. الاجابه سكندري الكول اهي. حضرتك شلت او اتش مع اتش من اقرب جار ومفيش الا جار واحد، الدبل بوند عملت لها كرييشن، لما تيجي تحط ميه هتخلي بالك ان في ماركونيكوف. Which of the following is correct order of required to obtain ethylene glycol from ethene؟ الايثين بيتحول للايثيلين جليكول بسكتين بنفس الستارتنج. يعني حضرتك ممكن تاخد الايثيلين جليكول او تاخد الايثين اللي هو سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2 وتعمل اكشن ظريف قوي، اما باير واما ال H2O2 اللي هو بديل باير ده بيتم بالبرمنجانيت KMnO4 في وجود الميه وماده الكالاين، فهطلع CH2 بوند واحده CH2 وهنا مجموعه OH وهنا مجموعه OH. المستر بيشرح مش بيحل، خلي بالك. ضيف هالوجين يبقى Br2، هتكسر الباي بوند وتحط هنا وهنا Br يبقى CH2 بوند واحده CH2 Br وهنا مجموعه الBr. وبعد ما تخلص الكلام ده تروح واخد قلم بلون مختلف وعامل كده وحاطط 2 KOH اكويس ومسخن. الكي تاخد البي ار ومجموعتين الاو اتش يقعدوا هنا وهنا. مفيش ايثيلين جليكول بطريقه ثالثه يعني. مفيش بطريقه ثالثه. حط اتش بي ار متاسف. طب اعمل هيدريشن وبعدين اوكسيديشن كده حضرتك هتخليه اسيد. حط بي ار 2 بعدين الكالاين هيدروليسيس اهي يا فندم. كاتاليتيك هيدريشن اوف بروباين طلعت مركب A، وكاتاليتيك هيدريشن اوف بروبين طلعت مركب B. خلي بالك ان البروباين ده الكاين ب 3 سي، البروباين ده الكاين ب 3 سي، اين ب 3 سي. الكاتاليتيك هيدريشن بتاعته هتطلع اسيتون CH3 سي دبل بوند O وبعدين CH3. ماشي. البروبين عباره عن 3 سي ودبل بوند، لو ضفت له ميه هيطلع كحول سكندري، هيبقى CH3 بوند CH بوند CH3 وهنا مجموعه الاو اتش. يا ايها الرجل لو عملت اوكسيديشن لده هتحوله لده A وده B. الحركه دي تعمل اوكسيديشن تحول ده لده. اوكسيديشن اوف كومباوند B بروديوسز كومباوند A. اوكسيديشن B بتطلع A. صح صح. اوكسيديشن A تطلع B. اوكسيديشن A الكيتون ما بيحصلوش اوكسيديشن. both A and B are oxidized غلط. both A and B are reduced الكحول ما بيحصلوش ريدكشن. الاجابه لتر A بس. ويك اسيد اتحط له ميه طلع هيدرونيوم ايون ونيجاتيف ايون. دروبس اوف صوديوم هيدروكسيد ار ادد. الصوديوم هيدروكسيد دي ماده ال NaOH. دور على شيء مشترك مفيش. طب دور على حاجه تعمل ووتر، لقيت حاجه تعمل ووتر. البيز اللي حضرتك حطيتها دي هتسحب تركيز الاتش بوزيتيف، التفاعل هيحصل له شيفت فورورد عشان يعوض اللي حصل، ووقت الاتزان الجديد خطوه رقم 1 شيفت يبقى شيفت فورورد. تركيز الاتش 3 او بوزيتيف هيقل ويتعوض ويفضل اقل، حتى بعد تعويضه هو هيتعوض بس هيفضل في اقل من مكان. طالما دي قلت يبقى تركيز الاو اتش نيجاتيف زادت. اعتقد ان ده كلام منطقي جدا لان انا ضايفها بايدي من بره فلازم تركيزها يعلى. لما الاتش بوزيتيف تزيد يبقى قيمه تقل، يبقى البي اتش لازم تزيد، ولما الاو اتش تزيد يبقى لازم البي او اتش تقل. تفكك الاسيد هيزيد لان التفاعل هيمشي فورورد. عايزين ديسوشيشن بيزيد والبي اتش بتزيد. الاجابه لتر A. بكل ثقه وثبات بقيه الاختيارات لا يمكن تلاقي حاجه فيهم بتحقق. زي ما سعادتك شايف كده بيكتب كلام في الحالتين بيبقى غلط. تمام يا فندم.
the opposite compound from بنزين last step الخطوة الأخيرة. طيب انت عندك الوضعية اورثو صح؟ يبقى لازم اللي بيدخل الاول يواجه اورثو، يبقى اخر خطوة كانت النيتريشن. هدخل السي ال الاول وبعدين اعمل النيتريشن، تقوم النيتريشن تقعد في وضع اورثو وبره. اخر خطوة النيتريشن، يبقى الهالوجينيشن الاول وبعدين النيتريشن. number of isomers can be oxidized ال C4H8O. الجايد بتاع المعاصر اختار اجابة الجملة دي غلط، خطأ طباعة اكيد يعني، فركز كده ربنا يكرمك عشان نظبطها، لان الجمله دي اتسالنا فيها على الدعم كتير. C4H8O C4H8O. الفورمولا دي يا فندم عشان المستر يظبط نفسه كده، تصلح الدهيد وتصلح كيتو بناء على CnH2nO. انت رامي كلمه جوه الجمله بتقول انه كان بي اوكسيدايزد، فبعد اذن حضرتك شيل الكيتو، خلينا في الدهيد. الدهيد ب4 سي، 1 2 3 وبعدين CHO، مجموعه الالدهيد اهي بقى 1 2 3 4، ده بيوتانال ماشي ورا بعضه على طول. مجموعه الالدهيد لازم تبقى هنا، ما اقدرش اغيرها، فبقي لي 3 كربون، ربنا كرمني وعملت كده بقى 2 ميثايل او ميثايل على طول، لان هو ما عندوش الا 2 ميثايل بروبانال، يبقى البيوتانال 1 والميثايل بروبانال 1، ما عادش ينفع حاجه تاني. وممكن تقول على ده ايزو بيوتانال لان عنده ديل سمكه، ما عادش فيه تالت. التالت هيبقى ايه بقى؟ اعمل ايزوتوب ازاي تاني؟ ازاي بدي؟ اعمل كيتون. ما هو كيتون ما ينفعش لان انت قلت كان بي اوكسيدايزد، واللي كان بي اوكسيدايزد الالدهيد بس. لو كان قال كان بي ريديوزد كنت افكر في الاثنين، او لو كتب دي وما قالش كنت افكر في الاثنين. طب يلا بينا، حضرتك هتروح تختار الاجابه 2، هو عاملها 4 اعتقد. The following section of the periodic table حاضر. الاي سكنديوم اهو، ده سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، يبقى ده كروميوم، منجنيز، ايرن، وبعدين ده كوبالت، وده نيكل. رقم طول ما حضرتك ماشي في الاتجاه ده يا فندم، الراديوس بيقل وبعدين بيثبت، الزد ايفكتيف بتزيد، الدنسيتي بتزيد، الايونيزيشن انرجي بتزيد. رقم الجروب هنا 3B، 4B، 5B، تبقى دي 6B. الكوبالت والنيكل في ضمن 3 اليمنت في جروب اسمها 8. ايفكتيف نوكليير تشارج بتاع سي اقل من بي اكبر، غلط كده، كده غلط. اتوميك ماس بتاع دي از ليس ذان سي، الجمله دي صح. النيكل عنده ابنورمال اتوميك ماس، اقل من اللي قبله واللي بعده. density A higher، ده اقل density A، الباقيين كلهم اعلى منه. first ionization potential ل B اقل من A اكبر، غلط الجمله دي. بقينا في 14. On adding dilute nitric acid to salt X, a gas evolve which is oxidized in air. On adding sodium sulfate to the solution of X, a white precipitate is formed. dilute nitric acid دي حركة تمويهية بتعني dilute HCl، هما نفس القوة. لما يطلع جاز oxidized in air، الجاز الاوكسيدايز in air في المنهج هو ال NO، لما بيتحول ل NO2، وده معناه ان solid salt X ده عنده راديكال اسمه NO2 نيجاتيف اللي هو ايون النيترايت. طيب لو حطيت عليه صوديوم سلفيت هيعمل راسب ابيض. السلفيت بتعمل 3 راسب ابيض في الكون. السلفيت بتعمل 3 راسب ابيض في الكون، واحد اسمه BbSO4، وواحد اسمه CaSO4، وواحد اسمه BaSO4. فين بقى باريوم او ليد او كالسيوم يكون عند حضرتك مع النيترايت؟ انا لقيت كالسيوم ونيترايت، يبقى هي دي الاجابه الصح. الكالسيوم هيقوم وظيفه الراسب الابيض، ومجموعه النيترايت هتطلع لحضرتك الجاز اللي بيحصل له اوكسيديشن في الهواء. The two radicals of a salt X can be detected by using reagent Y. Two radicals يقصد البوزيتيف والنيجاتيف، يعني السولت ده عنده بوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون، الاثنين بيتكشف عليهم بنفس الرياجن. Which of the following choices represent salt X and the reagent Y? salt X and the reagent Y. بوتاسيوم كلورايد ده عنده كي بوزيتيف وسي ال نيجاتيف، احنا ما عندناش تيست للبوتاسيوم في المنهج فدي اتشالت. سيلفر نيتريت عندنا اي جي بوزيتيف، التيست بتاعها ممكن يتم
بالسي ال والبي ار والاي والفوسفيت. الثلاثه ممكن يعملوا، الاربعه دول ممكن يعملوا لحضرتك راسب، وبالاس نيجاتيف 2 5 كمان كده ممكن يعمل برسبتيت، وبالسلفايت ينفع. ومجموعه النيتريت ال NO3 نيجاتيف دي لها تفاعلين اتنين في المنهج كله، اما سلفوريك اسيد يطلع ريدش براون فيومز والا البراون رينج. بتقول هيدروكلوريك اسيد، الهيدروكلوريك اسيد هيصلح للكشف عن دي انما مش هيقدر هنا، يبقى الجمله فضلت ماشيه كويسه وهنا باظت. الومنيوم كلورايد، يبقى انا معايا الومنيوم بوزيتيف 3 ومعايا سي ال نيجاتيف. انت عايز ماده تكشف عن الاثنين، فبيقول صوديوم هيدروكسيد. الصوديوم هيدروكسيد هيكشف عن الالومنيوم بوزيتيف 3، انما مع الكلورايد مش هيوصل لحاجه، مش هيطلع نتيجه. شوفها. ايرن 3 سلفيت، بقى معانا ايرن بوزيتيف 3 هنا، ومجموعه السلفيت SO4 نيجاتيف 2. هحط باريوم هيدروكسيد، اتفاجئ عند سعادتك ان الباريوم هيدروكسيد عنده باريوم بوزيتيف 2 وعنده مجموعه OH نيجاتيف. ايدك كده، الايرن مع مجموعه OH فورا عمل ريدش براون برسبتيت، في حين ان السلفيت مع الباريوم هتعمل وايت برسبتيت. الانبوبه دي هتطلع 2 برسبتيتس with 2 different colors، والكلام ده موجود في تقفيل الريمونتادا شابتر 2 في الكواليتيتيف. اختي دي بالظبط، وهي الجمله نفسها محلوله في التمرين، ما انا ناقلها من هنا. يبقى الايرن بوزيتيف 3 مع الاو اتش هيعمل ريدش براون، والاثنين دول هيعملوا وايت برسبتيت. الاجابه لتر دي، وقدرت ماده واحده تكشف عن الاثنين انايونز بتوع دي، الكاتاين والانايون بتوع دي. ليد 2 اسيتيت سوليوشن، دي معناها ليد 2 لان الاسيتيت ملوش شغل في الماده. ماله يا فندم؟ حط على سولت اكس عمل وايت برسبتيت. رد الليد يعمل وايت برسبتيت يا مع السلفيت BbSO4 يا مع الكلورايد BbCl2. طيب اون ادنج امونيا سوليوشن على سولت اكس عمل جرين وايت، يبقى انت معاك ايرن بوزيتيف 2 لان مفيش جرين وايت الا هو. كده الماده دي يا اما ايرن مع ايرن 2 مع كلورايد يا ايرن 2 مع سلفيت. لقيت ايرن 2 مع سلفيت اهي. ساعه ما تفك دي نصين كده هتلاقي ايرن بوزيتيف 2 يديك النتيجه الثانيه، وSO4 نيجاتيف 2 تديك النتيجه الاولى. سؤال 17. compound produced from dry distillation of organic compound كذا in the presence of soda lime. جمله عايزه ترتاح شويه، يبقى CH3 وبعدين CH متصل بيها مجموعه الOH وبعدين CH2 وبعدين COONA. سهم بالقلم، دراي ديستيليشن تسخين. شيل كونه يا غالي وحط اكس، شيل كونه يا غالي وحط اكس. عفوا CH3 CH وهنا OH وبعدين CH3 طلع 2 بروبانول. الاجابه اهي، وانا شلت كونه وحطيت اتش. هيت دخلت في البدايه. انا عايز بس حضرتك تقرا في نفس المكان في الامتحان الثاني الجمله هي بس ده هي ديكريسنج. خلاص انا هعمل نفسي مش واخد بالي وهشوف شغلي. اتفضل يا فندم. ما احنا مش هنفاصل بقى، هنقعد نشبه. امسك المساله حلها. الكي سي بتساوي فراكشن تركيز الاي من غير باور عشان رقم البالانس بواحد مضروب في البي برضو من غير باور على تركيز الاي بي عليها من فوق باور 2. دي ب 80 حضرتك بتساوي فراكشن، وتحت الاي بي باور 2 وفوق 2 مضروبه في 2. طلعت قيمه الاي بي بعد الروت والكلام ده كله ب 0.223 مولر. انا لو رحت اخترت الجمله دي يبقى حضرتك ما اخدتش بالك من فكره السؤال اساسا. الراجل بيقول لك increasing the temperature. طلعت ناتج وطلعت للتفاعل. بسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. التفاعل ده اندوثيرميك. اندوثيرميك يبقى HNF هيتنج اندو فورورد. انت عملت هيتنج يبقى التفاعل هيمشي فورورد. فورورد من هنا يبقى دول يزيدوا والماده دي تقل، يبقى لازم اروح اختار رقم اصغر من ده. ده غلط، انا عايز رقم اقل منه اهو يا فندم. الاجابه الصح اهيت، وتبقى الانسر لتر بي بسبب رايزنج ذا temperature. Which of the following represent the produced compounds from catalytic reforming of 3 ethyl hexane followed by hydrogenation of the product.
مفيش اجمل من كده بقى. 3 ايثايل هكسان وبعدين هيدروجينيشن، 3 ايثايل هكسان، 3 ايثايل هكسان، CH3 CH2 CH نزل منها CH2 CH3 CH2 1 2 3 4 CH2 5 CH3. ده المركب. كاتاليتيك ريفورمنج اعمل فيه ايه؟ هتقفل الاولى مع السادسه. طب ما اقفل الاولى مع الخامسه؟ ما عليناش. طب اقفل الاولى مع السبعه؟ ما هو فيش سبعه. هقفل الاولى مع الرابعه، اعمل حلقه رباعين؟ ما عليناش. حضرتك بتقولوا ده كله ما عليناش. كاتاليتيك ريفورمنج هتقفل الاولى مع السادسه. في كام برانش؟ برانش واحد. اول ما الحلقه تتقفل، اول ما المركب يعمل كده وحضرتك قفلت، حط بقى البرانش في اي حته. ما هي هتفرق ايه؟ هي كانت دلايه في سلسله مفتوحه، الجماعه اللي بيعملوا المشغولات اليدويه والكلام ده، انت قفلت الاولى مع الاخيره، هي الدلايه نازله بقى من ايه؟ ما انت دور الحلقه في ايدك هتلاقي الدلايه دي في اي مكان، اعملها بقى انت، امسكها في ايدك واقعد اعمل كده. يعني المستر بيهزر اكيد، ما هي هتبقى في اي مكان. يبقى سعادتك هنا في CH2 وبعدين بوند وهنا CH3. اما اعمل هيدروجينيشن لده هشيل ال3 باي بوند اللي جوه المركب ده، يبقى اسمه CH2 وبعدين CH3. ده ايثايل سايكلوهكسان. ايثايل سايكلوهكسان جاي من عمليه الكاتاليتيك ريفورمينج وبعدين الهيدروجينيشن. دور معايا على ايثايل سايكلوهكسان، ايد سعادتك كده الجمله اتحلت. ننزل هنا نلاقي كلام ظريف، يعني بيكلم CnH2n + 2O2. لو هي CnH2n + 2O كان يبقى الكول، O2 يبقى ده كده جليكول اهو، وبعدين CnH2nO ده كده يصلح الدهيد، واخد بال حضرتك، ويصلح كيتون. طب CnH2n + 2O3 ده جليسرول، جليسرول عنده 3 مجموعات OH، يعني كحول ب3 OH اقصد. CnHnO ده فينول اهو ماشي. كومباوند اوف فورمولا A is used as car fuel، ما حصلش. طب فورمولا C is used as textile manufacturing، صح، بيعمل ويتنج او بيعمل سوفتننج للتيشوز بتاعت الملابس. كومباوند اوف فورمولا B used in cosmetics، B ما شفناش الدهيد وكيتون في مستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل دي السلسليك اسيد. وكومباوند اوف فورمولا دي از يوزد ان فود بريزرفيشن، ما حصلش. التاني بيبقى سولت بتاع البنزويك اسيد. KSB بتاعت الاكس 2 واي 3 ايونز بكذا. which of the following is dissolved mass في 100 ملي، بسيطه، اتس ساتوريتد سوليوشن. دي KSB. حضرتك دلوقتي معاك ماده بتتكون من 3 ايونز، فبسم الله الرحمن الرحيم الاكس اللي هي السوليوبيليتي ديجري بتساوي روت، واخد بال سعادتك، الKSB مقسوم على الروت الثالث للKSB مقسوم على 4، لان هم 3 ايونز والاربعه اهي. يبقى معنى كده ان الاكس بتساوي الروت او ثيرد روت ل 8.75 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 على 4، يبقى 4 هتطلع قيمة الاكس ايكوال اهيت. الاكس طلعت بتساوي 2.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 وجنبها كلمة مولر. حضرتك مش عايز الاكس، حضرتك عايز الماس، ومديني الفوليوم والمولر ماس. بيتهيألي الماس هنا تتحسب من قانون بيقول ان الاكس تايمز المولر ماس تايمز الفوليوم باللتر، يبقى 2.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز مولر ماس الماده 248 انت اللي قايل لي، والفوليوم باللتر 100 مقسومه على 1000. الناتج اللي لسه على شاشه الكالكوليتور هتكمل عليه حساب. الاجابه طالعه على الكالكوليتور 7 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 وجنبها كلمه جرام، دي هتبقى 7 من 1000 اللي هي اللتر بي. الجمله ظبطت وتمام، مفيش مشاكل خالص. دلتا اتش ليس ذان 0، يبقى تكتب جنبها كده حضرتك ان الدلتا اتش نيجاتيف، ما اقل من 0 يعني نيجاتيف، يبقى التفاعل ده اكزوثيرميك. مستر متفق معانا على اتفاق اسمه هكسب، هيتنج اكزوثيرميك باكورد، هيتنج اكزوثيرميك باكورد. طيب which of the following change increase the rate of backward reaction؟ حضرتك عايز ترجعني كده. اوامر يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضغط وحرارة. طب الضغط هنا 1 و3 يبقى المجموع ب4، والناحية التانية الرقم هنا 2. الحركة باكورد تحتاج إلى تقليل الضغط. قلل الضغط الدنيا توسع، التفاعل يندفع لجهة الرقم الأكبر. هنا 4 هنا 2. طبعا المواد كلها جازز فكلها معانا في حسابات البريشر. قلل الضغط الدنيا توسع، التفاعل يمشي في اتجاه الجهة اللي فيها الرقم الكبير، يبقى decreasing the pressure. النقطة التانية التفاعل ده اكزوثيرميك، لو عايزه يمشي باكورد سخنه، يبقى حضرتك هتعمل هيتنج. انت اللي طالب باكورد، خلاص يا فندم شوف لي اختيار بيقلل الضغط وبيسخن، يبقى decreasing pressure with heating. ظبطت. During electroplating of iron rod by copper using impure rod. اهو electroplating وامبيور، يبقى ده مش بليتنج، ده بيوريفيكيشن. ده مش بليتنج، ده بيوريفيكيشن. لو بليتنج المفروض ان يقول على الميتال المستخدم بيور، اللي يدوب هنا يروح يترسب هنا والالكترولايت ما يحصلوش حاجه. انما طالما حضرتك قلت امبيور يبقى دي عمليه تنقيه. هيدوب من الكاثود، هيدوب من الانود 3 جرام هيترسب هناك 2.5. هيدوب من الانود 7 هيترسب هناك 5. هيدوب من الانود 15 هيترسب هناك 12 13 11، اي رقم اقل. في شوائب بتقع وفي شوائب بتدوب وما بتترسبش. طيب ماس الانود تقل صح 5؟ لا دي غلط، وكانت هتنفع اجابه لو مكتوب بيور كنت اوافق. ماس الانود تقل 5 وماس الكاثود تزيد 4 صح. الجمله دي مظبوطه اهي. لازم اللي يترسب عند الانود، اللي يترسب عند الكاثود يكون اقل من اللي داب عند الانود، لان في مواد بتقع تحت في القاع. ماشي. 2 اكزامبل وتوتال رياكشن. ده حساب مباشر قوي، مش مباشر بس. الاكس تتحول لاكس بوزيتيف 2، عمليه اوكسيديشن. انت هنا عاملها ريدكشن، فانا هاخد الرقم ده واعكس الساين بوزيتيف 0.41. الواي بوزيتيف 2 هتتحول واي، انت عامل هنا الواي بوزيتيف هتتحول لواي بوزيتيف 2، يبقى هاخد الرقم اعكس الساين يبقى بوزيتيف 0.23. مجموع الرقمين دول على بعض هيطلع 4 و2 و4 يبقى 6 وبعدين 0 بوينت، وهنا كلمة فولت. الامتحان ده اللي خلاني كنت عصبي في اول السنة لما قالوا ان امتحان 2025 متوسط وانه اصعب من 2024. الامتحان اللي انا فيه ده اسهل امتحان حصل في ثالثه ثانوي من اول النظام الجديد ما بدأ، موازاة او محاذاة ل 2022. يعني 2021 اصعب منه. واللي طلع في اول السنه يقول اصل الامتحان مش سهل ومش صعب، ده كلام كان بيتقال تليسه. بما يرضي الله الامتحان كان حلو جدا ولصالح الطالب في حاجات كتير، وحضرتك شايف يعني في حاجات كلام بسيط خالص. تيجي حضرتك تحسب قيمه الاي ام اف بتاع الكلام ده، يبقى الاي ام اف بتساوي، هجمع دول مع بعض 1 و3 انا جمعتها خلاص اهيت، جبت الفولت، التفاعل ده سبونتينيوس، والاكس انود، الاكس ده انود حضرتك فالماس بتاعته هتقل، والواي هيشتغل كاثود الماس بتاعته هتزيد، وطبعا الاي ام اف بوزيتيف والتفاعل بينتج الكهرباء كله تمام. هشيل بقى انا دول من الامتحان خالص واقول سبونتينيوس وماس الاكس بتقل. الجمله دي مظبوطه عشان الاكس بيشتغل انود. يلا بينا. Which of the following does not distinguish between main reagent of cations in both first and the third analytical groups؟ الفيرست اناليتيكال جروب ريجنت ال HCl، ده الكاتاينز والمجموعه الاولى. كاتاينز المجموعه الثالثه الريجنت الاساسي بتاعها ال NH4OH. مين الذي لا يصلح في التمييز بينهم؟ الايرن 2 كلورايد. والله يا مستر هنا مفيش تفاعل، انما هنا هيعمل جرين وايت برسبتين. طب الالومنيوم سلفيت ال HCl مفيش تفاعل وهنا هيعمل وايت برسبتيت. طب الايرن 3 سلفيت هنا مفيش تفاعل وهنا هيعمل ريدش براون برسبتيت. طب الصوديوم كلورايد هنا وهنا مفيش تفاعل. انا مش شايف ايه الجمله دي الحقيقه، يعني ايه الدرجه بقى؟ الدرجه اللي يعني مش عارف هديه في علبه شيك يعني.
درجة هدية في علبة شيك، بيقول لحضرتك خد درجات اهي. 26 عندنا نص الامتحان. adding dilute hydrochloric acid to 3 solid salts، 3 مواد سوليد حطيت لها dilute hydrochloric acid. كيس A طلع colorless جاز، وكيس B جاز evolve oxidized in air. يبقى البي ده عبارة عن مادة اسمها ال NO2 oxidized in air، دي جت في نفس الامتحان مرتين. ماشي يا فندم اللي انت شايفه. in case of C no reaction happen، يبقى جروب ال HCl كلها مش موجودة. الله، ده الجملة دي هي بالظبط، يعني هو عدل كلمة صغيرة خالص من الدور الثاني. ماشي. colorless gas evolved، الcolorless gas evolved ده ينفع كربون دايوكسيد وينفع سلفر دايوكسيد لان هما الاثنين colorless gas. يبقى ال A تنفع كربونات وتنفع باي كربونات وتنفع سلفايد كمان. لازم اللي في النص تبقى نيترايت، فانا هشيل دي وهشيل دي. اللي في النص نيترايت، الاخيره طالما نو رياكشن يبقى هروح اختار اللي فيها فوسفات. بلاش الظل الموف ده لحسن تقيل، خلينا في الالوان اللطيفه كده. الاجابه دي صح. الماده الاولى هتطلع كربون دايوكسيد ده كلرلس، ودي هتطلع NO هيتحول في الهواء ل NO2، وبعدين الفوسفات مش تبع الجروب اصلا فيبقى نو رياكشن. هي دي الاجابه الصح. incomplete ionization يعني عايزين تفاعل يكون ريفرسبل والعمليه تكون ويك اسيد او ويك بيز. الويك اسيد اللي في الكيمياء كلهم 6 والويك بيز اللي في الكيمياء كلهم 6، ده مش منهم. انا اسف، السترونج اسيد، متاسف، السترونج اسيد اللي في الكيمياء كلها 6، HCl HBr وHI H2SO4 وHNO3 وHClO4، دول الستة السترونج، ده مش منهم. وبعدين انت لو فتحت ورقه المفاهيم عند اوستفالد هتلاقي جدول فيه الويك اسيدز ده هو مكتوب برضو. دي درجه تعتبر كده يعني، خد درجه اهي. الفاناديوم بنتوكسيد كاتاليست بيعمل ايه؟ بيقلل الاكتيفيشن انرجي وبيسرع التفاعلين وبيخلي الموليكيولز القادره على التصادم والتفاعل عددها يزيد. ملوش دعوه بعدد التصادمات وملوش دعوه بمعدل التصادمات، وبينشط التفاعلين الفورورد والباكورد. increase the number of reacted molecules at collision، صح، ملوش دعوه بسرعه التصادم، هو زود عدد القادرين على التصادم. increase the activation energy ده بيقللها. طب decrease الكونسنتريشن بتاع البرودكت، غلط، هو ملوش دعوه بالتركيز، هو بينشط المعدلين. بيزود سرعه التكسير فقط، غلط برضه. الاجابه لتر ايه. 29 element X بوزيتيف 2 عنده 5 امبيرد الكترون، يبقى الاكس بوزيتيف 2 عباره عن ارجون 18 والاس مش موجوده وال3 دي فيها 5، يبقى 18 الانرت جاز و5 في الدي و2 اللي تشارج. الاتوميك نمبر 25 طلع المنجنيز. الاكس او 2 اوكسيدايزنج ايجنت ده الام ان او 2، الجمله دي صح. يوز ذا مانيفاكتشر اوف برونز الوي، غلط، البرونز كبر و10 ملوش دعوه بالمنجنيز. element X in manufacture of car springs ده الفاناديوم مش المنجنيز. XSO4 purification of drinking water ده الكبر، الجمله دي غلط. الاجابه لتر ايه. alloy من non transition element مع transition element both of them in first both from the first transition series، واحد transition والتاني لا، او الاثنين في الفيرست transition series. the highest energy sublevel of both is completely filled ده الكبر والزنك CU and ZN، الاثنين نهايتهم 3D10 3D10. الالوي اللي بينهم كبر وزنك في حرف الزد، تاخد الكلمه اللي ما فيهاش حرف الزد يبقى براس، والبراس يستخدم في تغطيه الاسطح او الايدي الحديديه للابواب. covering handles of doors او covering iron handles او plating iron handles. بسبب ان اعلى سب ليفل اللي هو 3 دي از كومبليتلي فيلد فيهم هما الاثنين، فانا قررت ان هما كبر وزنك. والكلام ده لما يعمل الوي تطلع براس، والبراس بيعمل تغطيه. تمام يا فندم. A transition element A the magnetic moment of its ion A positive 2 is less than the magnetic moment of its atom. لما بيتحول لبوزيتيف 2 المagnetic moment بتاعته بتقل. الحكايه دي بتحصل في الكروميوم فقط. ليه؟ كل اللي قبل الكروميوم بيخرج 2 الكترون من اس بس. الكروميوم لو جاي لوز 2 بيشيل واحد من الاس وواحد من الدي، الدي كان 5 بينزل يبقى 4،
فكده المagnetic مومنت قلت. اصبح الديسكرايب اللي قدام حضرتك ده للكروميوم وفقط. which of the following is correct for this element؟ يستخدم في تصنيع العملات غلط. عنده اعلى magnetic مومنت ان اتس سيريس صح، لان عنده 6 سنجل. الاكسيديشن ستيت بتاعته هاير ذان اتس جروب نمبر، ما حصلش. واعلى حاجه عنده بوزيتيف 6 وهو بوزيتيف 6. كل مركباته بارا، ما حصلش. الاجابه لتر بي. The most difficult conversion، اصعب عمليه تحويل تيتانيوم 3 لتيتانيوم 4. سنه صغيره بالقلم واعمل زي ما عملنا في الامتحان اللي فات. تيتانيوم بوزيتيف 3 يبقى تي اي بوزيتيف 3 وهنا 22. ال 3 دي بتاعته فيها 1. التيتانيوم بوزيتيف 4 عنده 22. 2 و2 4، شيل من الاربعه يبقى ال 3 دي بتاعه بصفر. التحويله دي سهله لان انا هوصل للدي زيرو. فاناديوم 4، هات القلم كده. فاناديوم بوزيتيف 4، الفاناديوم ده 23. 2 و3 5، شيل 4 يبقى ال 3 دي فيها 1. طب حولوا الفاناديوم 5، الفاناديوم بوزيتيف 5 هنا 23. 2 و3 5، شيل من 5 من 5 يبقى ال 3 دي فيها 0. يبقى التحويله دي سهل، يبقى مش دي ومش دي. ايرن 3 الايرن 2 دي من غير ما لا ورقه ولا قلم، يعني اقول ايه بس. الايرن بوزيتيف 3، ال 3 دي بتاعه 5 وهنا ال 3 دي ب6. التحويله دي صعبه جدا صعبه جدا، وبناء عليه هي اجابه السؤال لان حضرتك بتقول موست ديفيكولت. منجنيز 4 المنجنيز 2، المنجنيز 2 ال 3 دي بتاعه فيها 5 واظن الوصول ل5 شيء يعتبر كويس جدا. انزل تحت نفس المساله بالظبط على الكي سي ال زي اللي اتعملت الامتحان اللي فات. حضرتك معاك كرنت امبير 5 والتايم ب 15، يبقى انا كده معاك كيو المساله. كيو المساله هتبقى 5 في 15 في 60. والله الخمسة في 15 ب 75، هنضرب 75 في 60 نجيب الكيو. طيب هنجيبها حاضر. 5 جرام من بيور بوتاسيوم كلورايد. البوتاسيوم كلورايد ده الكي بوزيتيف 1 والسبسكريبت بتاعه بواحد، يبقى كده الفالنس بتاعه بيساوي 1. كده عرفت فالنس الماده. وفي 5 جرام وانا مش عارف ال5 جرام دي اتحللت كلها ولا في منها متبقي، فقمت انا جايب قلم الظل ومخبيها، مخبي ال5 جرام دي. هحل على ان ال5 جرام مش موجوده لغايه اما اشوف اللي تحلل قد ايه. المولر ماس عشان ما نتعطلش، هتيجي سعادتك هتلاقي 39 و35 ونص ادى النص، و5 و9 14 و3 و3 6 ومعانا 1 يبقى 7 74 ونص. دي مولر ماس الكي سي ال. درافت فاضي وسمي الله معايا. اول خطوه في كلام الدرافت هتبقى كيو المساله على الكلام اللي حضرتك لسه كاتبه هتساوي الاي تايمز تي، يبقى 5 في 15 في 60. طلعت كيو المساله بتساوي 4500 كولوم. دي كيو بتاعت المساله. مولز ماده الكي سي ال في الفالنس تساوي كيو المساله على كيو الساوند سنه صغيره لفوق، الكي سي ال على 74 ونص والفالنس بواحد. 4500 96500 كولوم. ماس الكي سي ال بتساوي الناتج طالع 3.47 وجنبها كلمة جرام. قيمة الكي سي ال انت بتقول كنت بادئ بقد ايه بقى سعادتك هنا في المسألة؟ 5 جرام. لا والله يا فندم ده في منها باقي، والريمين اللي باقي ده هيبقى بيساوي 5 ماينس الرقم اللي احنا عملناه. هتطلع النتيجة سعادتك 1.52 3 بالظبط بالابروكسيميت جرام. ده المتبقي. انزل تحت الاقي مولتن از بارشلي الكترولايزد اند 1.53 جرام ريمين without decomposition. ده المتبقي بدون تحلل. has the formula CnH2nO2 and doesn't react with carbonate. الكلام ده اهي ديت تصلح اسيد وتصلح استر. لما يقول ما بيتفاعلش مع الصوديوم بايكربونات يبقى هو بيلغي اوبشن اسيد، اذا المركب ده استر فقط. is the simplest compound with the formula CnH2nO
and isn't oxidized by normal oxidizing agent. المركب اللي في المربع ده يصلح الدهيد. خلي بالك بقى من حد حابك الجملة، حابكها، يصلح الدهيد وكيتو وما بيحصلوش عملية اوكسيديشن، يبقى اوبشن الدهيد ما ينفعش، ما عادش قدام الا كيتو. وهو ابسط مركب في الكيتو، يبقى المركب بي دوت مش بقى كيتون، ده الاسيتون تحديدا، لان اصغر كيتون ب 3 سي، فانا عملت كيتون ب 3 سي. مركب سي سي ان اتش 2 ان بلس 2 او اند رياكت والصوديوم يبقى الكول. ده الكول وايثر اللي بيقدر يتفاعل مع الصوديوم يبقى الكول. يبقى انا كده معايا الكول اهو، الكحول. الكول ده ينفع برايمري وسكندري وترشري، ينفع كل الحاجات. طيب بويلنج بوينت ايه اعلى؟ غلط الكلام ده، غلط الكلام ده حضرتك، لان الاستر اقل من الكحول بكتير. بي از بروديوسد فروم اوكسيديشن اوف سي، ينفع اوكسيديشن اوف سي اللي هو الكحول، لو معاك سكندري الكول وعملت له اوكسيديشن تجيب كيتون. اند ريدكشن اوف ايه؟ ريدكشن للاستر، مفيش ريدكشن للاستر في ثالثه سنه. سي از اوكسيدايزد اللي هو الالكول 2 بي ويوزد تو بريبير ايه؟ الجمله دي صح. ليه صح؟ الكحول لو عملت له اوكسيديشن وهو سكندري هجيب الكيتون، ولو فعلته مع اسيد هجيب الاستر اللي موجود في الاول، يبقى الاجابه هنا مظبوطه. 35 فور اورجانيك كومباوندز، ده سلسليك اسيد، ده حضرتك سي 7 اتش 6 او 3، ده السلسليك اسيد اهو يا فندم، سي او او اتش وهنا مجموعه او اتش. سي اتش 4 او ده كحول، هيبقى عباره عن سي اتش 3 او اتش. سي 6 اتش 6 او الفينول فقط، ما ينفعش حاجه تانية. شيت سي 3 اتش 6 او 2 ده حضرتك سي ان اتش 2 ان او 2، ينفع استر وينفع اسيد، ينفع استر وينفع اسيد ب 3 سي. طيب كومباوند بي رياكت ويز كومباوند سي، الفينول ينفع يتفاعل مع الكحول تو فورم ثيرمال، لا ثيرمال انسيوليتنج كومباوند، ده الباكلايت. الباكلايت بيجي من الفينول مع الفورمالدهيد، الفورمالدهيد رمزه مش كده، الفورمالدهيد رمزه سي اتش 2 او. ده انت كده بتلعب بالعيال بقى، انت بتلعب بالعيال في اللجنه، الجمله دي غلط. كومباوند ايه رياكت مع كومباوند سي، ايه بيتفاعل مع سي، صح كده، واطلع ماروخ اويل. لا يا فندم ده كروم فايبر، ايه غلط، ده السلسليك اسيد مع الميثانول يعمل الميثايل سلسليت ماروخ اويل. اسيدك هيدروليسيس بتاع دي لو كسرت الاستر ممكن يطلع بي، ممكن يطلع الكحول اللي هو الفينول اللي فوق، لا طبعا، لان المركب اللتر دي ما فيهوش كربون يكفي اصلا مركب بي، يبقى الجمله دي غلط ودي غلط. مركب ايه رياكت مع سي السلسليك اسيد ويطلع ماروخ اويل، يا راجل طب احنا من ساعتها بنقول صح كده. Which of the following represent the correct order of chemical processes to prepare dacron fiber؟ الداكرون فايبر بتيجي من الترفيثاليك اسيد، من ترفيثاليك اسيد وإيثيلين جليكول. التفاعل ده استرفيكيشن، وحضرتك هتجيب البنزين تعمل له فريدل كرافت مرتين. فريدل كرافت الاولى تركب مجموعه سي اتش 3 اهي، وبعدين تعمل فريدل كرافت الثانيه، فريدل كرافت الثانيه تركب مجموعه سي اتش 3 قرص وبارا، هناخد بارا، تعمل الكلام ده اوكسيديشن، تحول المجموعتين لجروب السي او او اتش، بقى معاك ترفيثاليك اسيد، وبعدين تحط الجيليكول وتطلع نتائج. الكايليشن اوف تولوين صح، كومبليت اوكسيديشن صح، استرفيكيشن صح. شكرا، شكر الله سعيكم، كده مظبوط، وكده اللي حضرتك صنعت اللي تقصده. طب كاتاليتيك ريفورمينج اوف ميثايل هيكسان هيطلع تولوين، الاكسيديشن هتطلع بنزويك اسيد، العمليه وقفت. ريفورمينج الهبتان هتطلع تولوين برضو، لا مفيش كلام. هيدريشن اوف ايثاين هيطلع اسيتال دهايد، ده مفيش حاجه من الكلام ده خالص. اويك اسيد الديجري اوف ايونايزيشن ايكوال كذا برسنت، قبل ما تشيل سن القلم تقوم واخد خط وقاسم على 100، لان احنا ما بنشتغلش بالبرسنت، لازم ترجع ديسيمال.
and its concentration is كذا، عايزين البي او اتش بتاعته. ده اسيد، طبق قاعده احترم نفسك. وبعد اذنك عايزين تركيز الاتش بوزيتيف. تركيز الاتش بوزيتيف بيساوي الالفا مضروبه في السي اي. ده اسرع طريق بقى على طول. الالفا 0.03 مقسومه على 100 مضروبه في السي اي اللي هو 0.2. ده كده حضرتك هيطلع الاتش بوزيتيف بالمولر. قيمة الاتش بوزيتيف هتبقى كام؟ 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. جبت المولر كونسنتريشن. الرقم اللي طلع ده حضرتك هتاخده من هنا تعمل له نيجاتيف لوج، بس نيجاتيف لوج كده. انا هجيب البي اتش، طلع الناتج 4.22. عايزين البي او اتش يبقى تعملها ماينس من 14، 9.77 او 9.78 بالابروكسيميت مظبوط. الانسر طلعت قدام حضرتك لتر سي. يعني ايه احترم نفسك؟ يعني امشي على طريق الاسيد، تجيب الاتش وبعدين البي اتش وبعدين البي او اتش، ما تخربطش. يبقى في تركيز كده. الماده دي لو بيز هجيب الاو اتش والبي او اتش وبعدين البي اتش. ولو حضرتك ما شايف ان انا كلامي بقول حاجه يعني عاديه، هفكر في حاجه غير كده وشوف الناتج هيطلع صح ولا غلط. تفاعل الاكس بوزيتيف 2 بقت اكس. طب احنا عايزين الواي الاول. الواي حصل له اوكسيديشن، هنا الواي حصل له ريدكشن. هتاخد الرقم ده وتعكس الساين يبقى نيجاتيف 0.23. الاكس حصل له ريدكشن، الاكس هنا حصل له ريدكشن اهو. هتاخد الرقم زي ما هو نيجاتيف 0.56 فولت. مجموع الاثنين دول على بعض هيطلع بنيجاتيف 0. احنا خدنا ده ريدكشن الواي، والواي هنا حصل له اوكسيديشن، فاحنا خدنا الرقم ده عكسناه. الاكس بوزيتيف 2 اتحولت لاكس برقم نيجاتيف. اجمع دول على بعض، 3 و6 يبقى 9 و2 و5 يبقى 7، وهنا في 0 بوينت ونيجاتيف ساين اهي. البطاريه الكترولايتيك وقيمه الاي ام اف بتاعتها نيجاتيف 0.79. From the following diagram alkaline hydrolysis من A طلعت B وبعدين complete oxidation. The formula of compound C is CnH2NO compound C. بcomplete oxidation وصلت ل C يبقى ده كيتون، لأنه لو الدهيد كان يكمل لغاية ما يوصل أسيد. ده الدهيد أو كيتون، وأنت بتقول عملت complete oxidation، وطالما التفاعل وقف يبقى ده كيتون. كيتون بالأمان. تمام يا فندم، يبقى كده في كيتون. طيب الكيتون ده عشان يجي بالاكسيديشن يبقى ده سكندري الكول، وطالما سكندري الكول يبقى لازم الماده ده اهي يبقى عندها الهالوجين في وضع سكندري. الهالوجين راكب هنا كده. كلورو ايثان برايمري مش هينفع، 1 برومو بيوتان برايمري مش هينفع، ايزو بروبايل كلورايد ده سكندري. قربنا. 2 بروبانول سكندري. عاش. بروبانال غلط لان احنا قلنا كيتون مش الدهيد. 2 كلورو بروبان 1 2 3 والسي ال هنا ده سكندري ينفع. 2 بروبانول ينفع. بروبانون اللي هو الاسيتون. مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم. يا فندم السطر ده صح كله حضرتك. انزل 40. لسه 5 جمل غير دي ونخلص. Which of the following choices represent the correct order of some processes alloy used in manufacture of car springs. Car springs. Steel and vanadium. steel وفاناديوم. ستيل حضرتك مع فاناديوم حضرتك. ماشي. روستنج وريموف امبيوريتيز وريدكشن وبعدين احط منجنيز غلط. طب كونسنتريشن وريدكشن وريموف امبيوريتيز واز فاناديوم، الجمله دي تنفع. دي تنفع صح. طب ما في فاناديوم تاني اهو، ما هو بيقول رياكت، يبقى غلط. الالوي دي ما فيهاش رياكشن. الرياكشن في الانتر ميتاليك الوي، ودي مش انتر ميتاليك. غلط كل ده غلط. 3.5 جرام اوف بيور صوديوم كربونات ديسولف بيور قشطه. then 100 مللي of 0.5 molar HCl is added followed by excess of magnesium. ايه يا عم؟ which of the following represent the mass of formed precipitate. الصوديوم كربونات موجود، حضرتك حطيت له كميه معينه من ال HCl ماشي،
ف حطينا بقى مغنيسيوم كلورايد وبنسال على البرسبتيت. هو البرسبتيت هيبقى مغنيسيوم كربونيت. فكل اللي انا عايز اعرفه بس الصوديوم كربونيت ده اهي، دي باقي منها قد ايه من المعركه الاولانيه. يعني انت حطيتها على الاتش سي ال، وحطيت الاتش سي ال ده 100 مللي من 0.5 مولر. طيب انت اللي انت عملته ده بقى، انت معاك اتش سي ال قد ايه؟ ما هو واضح ان الاتش سي ال ده هيخلص، لان انت هتعمل راسب من بواقي الكربونيت، فالكربونيت دي في منها باقي. طيب هعمل انا اكشن ظريف قوي دلوقتي. هجيب المولات بتاع ده والمولات بتاع ده وهشتغل ليميت واكسس، وبعدين هجيب الاكسس مول اللي هي اكسس الصوديوم كربونيت الزياده دي، منها هعرف مثل راسب. المساله تعتبر يعني مركب موضوعين على بعض، بس ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه في الكلام يعني. هات كده حضرتك اتش سي ال، هات اتش سي ال اهو، اتش سي ال بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى 2 اتش سي ال زائد ماده اسمها Na2CO3 بيطلع الناحيه الثانيه 2 من ال NaCl، وبعيد شويه H2O، وبعيد شويه CO2 5.3 دي الماس. قمت انا جاي قاسم كلمه 5.3 دي على 106 عشان اجيب المولر ماس، عشان اجيب النمبر اوف مولز بتاعها. وهنا في 100 مللي، ال 100 مللي دي هتتقسم على 1000 عشان تبقى حجم باللتر، تضربها في المولر كونسنتريشن يا 0.5 يا 0.2، 0.5 معانا 0.5 كده، دي 0.5 ماشي كده. انا عمال اجيب في مولات اهو، دي على دي هتبقى 0.05 ده النمبر اوف مولز هنا، والناحيه الثانيه 5.3 على دي هتبقى 0.05 برضه. الناتج طالع على الكالكوليتر كده. كده انا بقى معايا نمبر اوف مولز للمادتين. هتقسم الصفحه نصين وتقول الام في الفي على الان للاولى، والام في الفي على الان للثانيه. ارقام البالانس 2 و1 خلي بالك. ان الام والفي مش موجودين فهشيلهم واحط نمبر اوف مولز، يبقى 0.05 اللي انا حسبتها. رقم البالانس بتاع الماده دي ب2 وهنا 0.05 ورقم البالانس هنا ب1، فطلعت 0.025 ده الناتج هنا، و0.05 ده الناتج هنا. الزياده طلعت من الكربونيت، وانا طبعا متاكد من ده من قبل ما ابدا، لان الراجل بيقول لك لسه هكون برسبتيت. اكسس مولز من ماده ال Na2CO3 بتساوي الاكسس اللي هو الزياده ماينس الليميت مضروب في بالانس كوفيشنت الزياده، هنا 2 وهنا 1، هنا 2 وهنا 1، ايكوال تحت ايكوال يا عسل، وفراكشن. الاكسس 0.05 ماينس الليميت 0.025 مضروب في 1، رقم البالانس بتاع الزياده ب1، طلع الناتج 0.025 مولز. ده متبقي الصوديوم كربونيت في الوعاء. سطر جديد، وهات لي صوديوم كربونيت Na2CO3، حط لها مغنيسيوم كلورايد MgCl2، روح مطلع الناحيه الثانيه N2NaCl 2NaCl وجنبها MgCO3. ده راسب. الراسب ده انت عايزه ايه؟ حضرتك عايز الراسب ده مولز ولا ماس؟ عايز الماس بتاع البرسبتيت اللي اتكون. ماشي. مغنيسيوم كلورايد ده المولر ماس بتاعته كام عشان هعوزها؟ الام جي 24 و2 كلورايد ب 71. كده الاجابه تبقى 5.9. المولر ماس بتاعته 95. هنعوزها كمان شويه. طيب بما ان سعادتك رقم البالانس بتاع الماده دي 1 والماده دي 1، يبقى عدد المولز بتاعهم متساوي. مولز ال Na2CO3 بتساوي مولز ال MgCO3. تمام يا فندم. مولز مادة الصوديوم كربونيت هتبقى 0.025 المتبقي من الخطوة اللي فاتت، وهنا المولز بتاع المغنيسيوم كربونيت هتساوي الماس بتاعته اللي هي ال MgCO3 على المولر ماس بتاعت المادة دي. على جنب كده بالراحة، مغنيسيوم ب 24، كربون ب 12، اكسجين 16 في 3 ب 48، خط 2 و4 يبقى 6، 6 و8 14، 2 و1 3 ومعانا 1 يبقى 4، وده 4 يبقى كمان يبقى 8.
يبقى حضرتك هتقسم على AT4. اذا 8 4 المغنيسيوم ب 24 والكربون ب 12 مظبوط، و4 كربون و3 اكسجين ب 48، يبقى كده 6 و8 14 2 1 3 و4 7 4 8. هتضرب دي في دي تجيب لي الماس بتاع ماده المغنيسيوم كربونات، يبقى الام جي سي او 3 بتساوي، الاجابه طالعه على شاشه الكالكوليتور 2.1، وبناء عليه الانسر 2.1 والمساله فولي كفرت. تحتها مباشره لقيت مساله على الووتر اوف كريستاليزيشن. المساله دي كترت في الامتحانات بعد ما كانتش بتيجي خالص، بقى تقريبا كل امتحان دلوقتي في نقطه في بوينت على الاكس دي. 9.636 من الماده الهيدريتد. هروح اجيب بورد فاضيه خالص واكتب لنفسي كبر سلفيت اهو يا فندم، واخد بال سعادتك حاجه بالشكل ده كده، CuSO4.X من ال H2O، وبعدين ال H بتساوي والD بتساوي والW بتساوي، واحنا عايزين X 9.636 وجنبها كلمة جرام. دي الوحيدة اللي موجودة. قانون حساب الإكس بيقول لك ماس الووتر على 18 تايمز مولر ماس الدراي، وتحت ماس الدراي. احنا عايزين الدراي والووتر والاتنين مش موجودين. سيب بقى كل الكلام ده كده زي ما هو، ربنا يكرمك، وخطوة الحساب بتاع الإكس دي متقلقش بخصوصه. طلباتك يا مستر. في راسي بتكون باستخدام الباريوم كلورايد. لو انا كتبت هنا باريوم كلورايد BaCl2 اللي اتضاف على الماده دي، يبقى هيهاجم CuSO4. هو مش هيهاجم الووتر، هو هيهاجم CuSO4 ويطلع الناحيه الثانيه CuCl2 لا يعنيني في شيء، وبعده بشويه BaSO4 ده مترسب والمعادله بالانسد وكله زي الفل. رقم البالانس بتاع الكبر سلفيت هو رقم البالانس بتاع الباريوم سلفيت، يبقى الاثنين قد بعض في المولز. فانا من حقي اقول ان مولز ماده CuSO4 اللي في السامبل بتساوي مولز ماده BaSO4 المترسب. طيب انا حافظ مولر ماس الباريوم سلفيت انها 233. تعال انا وانت نحسب الكبر سلفيت كده عشان ما نغلطش ونرجع نعيد. اهو يا فندم الكبر ب 63 ونص، والسلفر ب 32، و4 اكسجين ب 64. كده عند حضرتك نص ملناش دعوه بيه، وده 4 و2 6 و3 يبقى 9، و6 و3 9 و6 15 159.5. السطر اللي بالقلم الاحمر ده هحوله انا وانت بالموف لجرام، يبقى الكبر سلفيت ما اعرفش CuSO4 على المولر ماس بتاعته 159.5 بتساوي الناحيه الثانيه الباريوم سلفيت. الراسب ده وزنه كام؟ البرسبتيت 9. الباريوم سلفيت ب 9 جرام على راسي من فوق، حاضر، يبقى 9 جرام هنا وتحت 2 3 3، يبقى CuSO4 لوحده بكام؟ هعمل كروس هنا واجيب ماس الكبر سلفيت. الكالكوليتور مطلعه 6.16 وجنبها كلمه جرام. دي ماس الماده الدراي. هتروح ناقلها هنا 6.16 وجنبها كلمه جرام. يطلع ماس الووتر بكام؟ والله يا مستر دي ماينس اللي فوق بقى، يبقى الرقم اللي طلع عند سعادتك ده ماينس كام يا فندم؟ 9.636 يطلع بيساوي 3.47 بالظبط اهو، عشان الاكس ما تطلعش فيها مشكله. قانون حساب الاكس بيقول ايه؟ الاكس دي حضرتك بتحسبها ازاي؟ والله يا فندم الووتر على 18 تايمز مولر ماس الدراي على وزن الدراي. طلعت الاكس ايكوال فراكشن، اخر ارقام بنخلص خلاص. الاكس بتساوي الووتر 3.475 وتحت 18 وهنا تايمز وهنا تايمز. مولر ماس الدراي 159 ونص، وماس المادة الدراي 6.16. كالكوليتور قيمة الاكس طلعت على الكالكوليتور ب5، وبناء عليه سعادتك رايح تختار اجابة فيها 5. فين يا فندم قيمة الاكس ايكوال 5؟ المسألة اللي بعد كده 1 لتر اوف 0.1 مولر نيترس اسيد. الاسيد ده ويك، الكونسنتريشن بتاعه موجود، يبقى حضرتك بقلم مميز كده ربنا يكرمك هتكتب على ده CA. عدد الانديسوشيتد مولز بتاعته تساوي كذا،
which of the following is the value of ionization constant. احنا عايزين قيمة ال Ka. والله ال Ka والC موجودة، اعتقد ان ال Ka هتبقى بتساوي الفا بار 2 تايمز ال Ca. Ca جاهزة، احنا كده التارجت الاساسي بتاعنا الالفا. من اللي نعرفه حضرتك عن المعلومات بتاعت الكيمستري ان الالفا بتساوي دي سو على توتو. طيب 1 لتر ده الفوليوم باللتر. حضرتك لو عايز تجيب التوتال نمبر اوف مولز موضوع بسيط، توتال نمبر اوف مولز بيساوي المولر كونسنتريشن تايمز الفوليوم باللتر. يبقى معنى كده ان انا لو جبت قلم وجيت كتبت هنا 2 مولز 2 مولز توتال نمبر اوف مولز يعني هيساوي السي اي مضروب في الفوليوم باللتر. السي اي يبقى 0.1 مضروب في الفوليوم بواحد ايكوال 0.1 مولز. ده كده توتو. طب لو حضرتك عايز تجيب ديسو مولز عدد المولز المتفكك هيساوي 2 مولز المولز اللي هي الاجمالي كلها على بعضها ماينس الان ديسو مولز اللي هي الغير متفككه. الغير متفككه دي موجوده في المساله، يبقى ايكوال تحت ايكوال والتوتال ب 0.1 اهي احنا حسبناها فوق ماينس الانديسوشيتد اللي هي الانديسو. انديسوشيتد مولز المساله دي بكام؟ صفر علامه صفر 933 0.0933. حاضر 0.0933 اعملها ماينس 1 هتجيب الديسوشيتد مولز 0.0933 ماينس 0.1 ايكوال كام يا فندم؟ 6.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. 6.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 مولز. دي الديسوشيتد. الالفا تساوي ديسو على توتو، ديسو على توتو. اتفضل يا فندم. توتو ب 0.1 والديسو 6.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 هتطلع 6.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 واكتب جنبها كلمة مفيش حاجة. الالفا دي ريشيو ملهاش يونت. بقى معانا الالفا وبناء عليه قيمة الكي اي بتساوي قيمة الكي اي في الحتة الصغيرة دي ان شاء الله هتكفي. الكي اي ايكوال الفا باور 2 مضروبة في السي اي. الفا باور 2 ضرب السي اي هتساوي الالفا باور 2 يعني 6.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 باور 2 مضروبة في السي اي اللي هو 0.1. الإجابة طلعت على الكالكوليتور ناتج نهائي ب 4.489 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. بالابروكسيميت تبقى 4.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. وبناء عليه رحت ادور في الاختيارات في الانسر لقيت 4.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. جاوبت السؤال. 44 اخر 3 جمل في الامتحان. which of the following compounds react together giving the compound سن القلم على السي اللي شايل الاو، امشي عكس الاو هات الاسيد. سن القلم على السي اللي شايله الاو، دي السي اللي شايله الاو، امشي عكس الاو هات الاسيد يبقى بنزويك اسيد. حلقه وعليها اسيد تبقى بنزويك. النص التاني هو الالكول ايثانول. بنزويك اسيد وايثانول اهي يا فندم. بنزويك اسيد وايثانول. تحول لبي سوليد زائد كربون دايوكسيد بالتسخين. التفاعل ده موجود في معادلات الحديد. لو بدأت ب FeCO3 هيطلع FeO. هتعمل اوكسيديشن لل FeO هيتحول ل Fe2O3. هتحط له كونسنتريتد هيطلع Fe2 براكت SO4 باي 3. ما شاء الله. بس كده يا سيدي. مفيش حاجة بتتسخن بتطلع كربون دايوكسيد في شابتر 1 غير الايرن 2 كربونيت. اخر جملة على اورجانيك بقى المرة دي. سمبل سكندري الكول. لقيت حتة ابدأ منها CH3 وهنا مجموعة OH جاي من ريدكشن مين؟ يبقى ريدكشن الاسيتون CH3C دبل بوند O CH3. بيجي من كاتاليتيك هيدريشن مين؟ الكاين عنده 3C يبقى CH تريبل بوند C CH3. حط له 2 مول من ال HCl. الاضافه تتبع ماركونيكوف يبقى CH3 وهنا C وCH3 وحط واحده Cl من هنا وواحده Cl من هنا. في المرتين الCl هتقعد في نفس المكان. mention the name of compound A B C according to IUPAC. ال A بروباين من غير ارقام، ال B
بروبانون لانه قال ايوباك، بروبانون. سي 2 داي كلورو بروبان، 2 داي كلورو بروبان عشان الاثنين سي في نفس المكان. بروسيس نمبر 1 اللي هتحول ده لده، حضرتك هتحط الاثنين كي او اتش، هتحط 2 كي او اتش على دي عشان تحط او اتش فوق و او اتش تحت. يبقى الكالاين هيدروليسيس، الكالاين هيدروليسيس. بعد ما تركب مجموعتين الاو اتش هيبقى عندك مركب اسمه سي اتش 3، سي وهنا او اتش، وسي اتش 3 من هنا وهنا او اتش. وبعدين حضرتك هتضطر تشيل ميه او اتش من دي مع اتش من دي عشان تحوله لمركب ستيبل، لانه لا يستطيع ان يحمل مجموعتين ووتر. يبقى هنعمل ماينس ال H2O، التفاعل اسمه الكالاين هيدروليسيس. يبقى الكالاين هيدروليسيس. وكده يبقى انهيت مع حضرتك بفضل الله عز وجل تاني امتحان من الامتحانات الفاينل، امتحان 2025 الدور الاول. في تقييم الشخصي الدور الاول ممكن يبقى سيكه صغيره اعلى في الاورجانيك بالنسبه للدور الثاني، انما هما الاثنين في المجمل تقدر تقول ان الامتحانين قد يكون سؤالين او 3 بس اللي في الامتحانين كلهم، 4 اسئله في الامتحانين كلهم، يعني خدوا سن التفكير، انما الباقي كله الاجابات كانت منطلقه الحمد لله. بشكر حضراتكم جدا على حسن الاستماع، فخورين بيكم بمجهودك. استمر معنا في مبادره المزيد من الثقه بالنفس، مش هنسيب بعض الا على قرب ليالي الامتحان لما المواد الاساسيه تبدا، وحضرتك هتكون باذن الله ان شاء الله على قدر عالي من الثبات، وقدرت تحل عدد امتحانات شامله كبير يهندل الدنيا حواليك ويخليك في حاله احسن. بشكر حضراتكم جدا على حسن الاستماع، ربنا يعينكم ويصلح ما بين ايديكم. دعواتك ربك يعطينا العافيه والباقي مقدور عليه.